اخ ناصر يعطيك العافيه. كثير اكيد يجونكم يعني كاستمرز يختار تصاميم، بس مشكلته ان المطبخه ما هو مناسب التصميم. نعم. ايش الحل؟ فانا افضل للعميل وانصحه انه لا يستعجل مهم. يعني بالافياش بالمواسير بالتاسيس التسليكات كلها، التسليك الكهرباء بشكل عام. والسباكه. يعني السباكه افياش جميل. كل شيء لا يسويها الا لما قبل ما يسوي اللي هو تصميم المطبخ. حلو. فافضل مثلا على سبيل المثال، جميل. اعطيك مثال. مثلا مهم. الحين هو يجي والله قدام ميكروويف شوايه، مهم. راح يجي وياسس الافياش هنا. حلو. هم يعني لازم ان الافياش تكون خلف الميكروويف الشوايه. اي فكذا يضطر تسليكات يعمل خارجيه. فيعمل نعم. تصميم المطبخ، يروح في احد المطابخ باي محل. جميل. يعمل تصميم المطبخ، يعطيه اتجاهات حلو. 3 في 3 4 في 4 ويعمل التصميم مبدئي ايوه مبدئي. نعم. بعدين يجيب السباك، جميل. يسوي السباكه على ضوء التصميم. مهم. يجيب الكهربائي ياسس له نقاط الافياش على حسب التصميم. مثلا الميكروويف الشوايه خلاص يكون خلفه، هذا موقعهم أيوة وهذا نعم. مثلا الزوايا. جميل. الزوايا مثلا الزبون وده زاويه كامله، حلو. لا يحط خلفها افياش. هذا المفاتيح مثلا تمام. بتكون في البدايه هي والله وده دولاب زي كذا، مهم. صعب انها تكون خلف الدولاب يعني افياش مفاتيح. مهم. فلازم يكون تاسيسها، انصح الزبون يكون التاسيس. جميل. معناته يجيكم قبل، نعم المفروض يجيكم قبل ما يعمل قبل تسليكات كهرباء لا يسوي وسباكه، اي شيء. فكذا يقدر يعني يختار. يتفادى اخطاء كثير. جميل. هذا فانصح الزبون هذا. لانه ممكن يدفع مبالغ كبيره في تصميم بالنسبة المطبخ. الحوض المغسله تمام. الرجله اللي هو مثلا يجي يحطه باليمين، حلو. والمواسير معه باليسار، صح؟ فلازم انه يكون تاسيس النافذه بالوسط، يمين ويسار يكون نفس المساحات. المواسير اللي هي السباكه تكون على منتصف النافذه. جميل. لان بالنهايه هو دافع مبلغ، ما يبغى بس انه يركب دواليب، يبغى منظر جمالي في نفس الوقت. فالتسليكات هذه الخارجيه اكيد راح تخرب على. فلازم هذه النقاط هي اللي تعطي شكل المطبخ اللي هو مطبخ. جميل. يعطيك العافيه.